انا عندي حصوة في المرارة بس عايز اشيل الحصوة بس. لو انت عندك حصوة في المرارة او تسمع عن الموضوع ده فالفيديو ده اكيد ليك. انا دكتور محمد رفعت، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، استشاري جراحات السمنة المفرطة، زميل الكلية الملكية للجراحين بانجلترا. من ضمن الامراض المشهورة جدا في المرارة هي التهاب الحصوي للمرارة، يعني وجود حصوات في المرارة، واللي بتختلف اختلاف كبير جدا عن حصوات الكلى او الحالب او المثانة. حصوات الكلى او الحالب والمثانة دي بنقدر نفتتها او ننزلها عن طريق الادوية والعلاجات، وبنفضل محافظين على الكلى والحالب والمثانة لانها حاجات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. وبمجرد ما بنلاقي وجود حصوات في المرارة لابد من استئصال المرارة بالكامل للحصوات اللي جواها وبأسرع وقت، علشان ما يحصلش المضاعفات اللي ممكن تحصل زي الالتهاب الشديد في المرارة أو التهاب القنوات المرارية، أو إن في حصوة تنزل من المرارة للقنوات المرارية واللي ممكن تسبب حاجة اسمها صفرة انسدادية، ودي اللي اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده. وتتطلب وقتها إن احنا نعمل منظار للقنوات المرارية علشان نشيل الحصوة اللي موجودة جوه القناة المرارية، وبعد كده يتم استئصال المرارة. فمفيش داعي ان احنا نستنى لغايه لما تكون المشكله اكبر يكون حلها اصعب. فبمجرد ما يحس ان احنا عندنا مشكله لازم نبادر بحلها بسرعه. لو عندكم اي اسئله او استفسارات تخص موضوع المراره والحصوات اللي في المراره ممكن تبعتوا لنا الاسئله والاستفسارات سواء كان في الرسائل او في الكومنتات، واحنا هنجاوب عليكم في الرسائل وفي الكومنتات. ممكن نعمل فيديو جديد نشرح فيه كل الاسئله والاستفسارات واجاباتها بالتفصيل. ونشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.